مساكم الله بالخير مشاهدينا مع أولى حلقات أو أمسيات شاعر المليون في نسخته الخامسة مباشرة على الهواء من قناة أبو ظبي الإمارات وقناة شاعر المليون. كل الأمنيات بالتوفيق لأول فرسان الليلة الشاعر بوهاجس الهروبي من اليمن، اللي كانت أولى خطواته من محطة الأردن. الأستاذ حمد والدكتور غسان أجازوه من أبيات المقدمة، ووصف أبو خالد بأنه مغرور وأبياته فيها كبرياء شاعر فطن. تجاوز اختبارات 100 بنفس الثقة والإلقاء المميز ليكون ضمن قائمة 48 بكل جدارة. من اليمن رحبوا وياي بالشاعر رقم 2 بوهاجس الهروبي. حلمي وطيب الفال وابني هاجس، في شاطئ الراحة وصلنا المفرق، وأول شرارة للربيع الخامس شبت بناي في عمود البيرق. مساكم الله بالخير الجميع، الجمهور الحاضرين معنا في المسرح، ضيوف الشرف الكرام، أساتذتي أعضاء لجنة التحكيم. في البداية تحية إكبار لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ممثلة بالأستاذ محمد خلف المزروعي. وسأبدأ من حيث يجب أن أبدأ. أنا يماني وافتخر باسمي وأصلي والنسب، من حاضرة سام العريقة موطن العرب الأصيل. حضرت شاعر مبتغاها الفوز وإحراز اللقب، وهاجسي إلى هبة رياحه تجيب المستحيل. والشعر عندي فطري التكوين ما هو مكتسب، فطرة خلقها الله فينا جيل يلحق بعد جيل. لا حد من الفضة صنع شعره صنعته من ذهب، ولا حضر شعري يكفي من معانيها القليل. لأنه إلى روح الأصالة ينتمي أما وأب، وارض اليمن روحه وإحساسه وحبه ميل أرضا كساها الله بازهار الثقافة والأدب، ومن نسايمها ربيع الشعر يرشف سلسبيل، تروي تفاصيل الطبيعة للنواظر عن كثب، صورة لأجمل وجه أبدع صنعها الرب الجليل، تتشكل أعشاب الروابي حول عينيها هدب، والورد بغصانه يداعب حمرة الخد الأسيل، والحقل يرسم من غصون البن وأوراق العنب لوحة بها الفلاح وإصراره يعانق للنخيل، كأنها في مجمع البحرين بسمة للعجب، والبحر يحضنها كما يحضن على الصدر الخليل. وثغرها البسام يتناقم ببسمات الطرب، والبحر يضحك الابتسامة في قدومه والرحيل. إذا ابتسم للبحر الأحمر عاتب بحر العرب، وإن مالت النظرة الواحد بعدها الثاني يميل. أرض السعيدة جل من لجمل محاسنها وهب، وزانها والبس ثراها ثوب الإعجاب الفضيل. أحبها حب الكلى للماء، وهي عندي أحب من الولد والمال والدنيا وما فيها جميل. أقسم برب العرش والكرسي وما عنا احتجب، لو بدلوها لي بنصف الكون مرضى به بديل. أقسم برب العرش والكرسي وما عنا احتجب، لو بدلوها لي بنصف الكون مرضى به بديل. بقولها صادق ومثلي لا تحدث ما كذب، والله على ما قلت بالشاهد وحسبي والوكيل. سلامتكم. أبو هاجس، إلقاء كما اعتدنا منك من قبل، إلقاء جميل جدا وتحمس وتفاعل مع النص.
وهذه شيمة الشاعر العربي في مختلف الأزمان منذ كان. الآن في القصيدة طبعا أنا أرى أن هنالك إضاءات جميلة غاية في الجمال، خاصة عندما ذهبت إلى وصف اليمن أرضا كساها الله بأزهار إلى آخره. هذه صورة امتدت، بمعنى أنه تفاصيلها جاءت كثيرة وجاءت محملة بالصور الجميلة والإشراقات التي صورت لنا صورة رائعة. كذلك في صورة أخرى كأنها في مجمع البحرين، هنا لعبت على مسألة التقاء البحرين بشكل جميل كذلك، وأبرزت لنا جمال آخر من هذه البلاد الجميلة. وأحب أن أشير هنا إلى أن إشارتك للبحرين تدل على وعي بكيفية مدح البلد وكيفية محبتها، وذلك بأن تجعل هذه الأبيات تشير إلى ذلك البلد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فعندما قلت مجمع البحرين نحن فهمنا أين ذهبت في الجغرافيا التي تتحدث عنها. هنا نقطة مهمة جدا في ما يلي. الوزن الذي اخترته لهذه القصيدة، والأوزان طبعا متاحة للجميع بأي صورة من الصور، وزن طويل جدا مكون من 4 تفعيلات مستفعل في كل شطر. هذا الطول جميل في موسيقاه، خاصة أنه موقع مستفعل 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 يبرز الإيقاع بشكل جميل والموسيقى، لكنه يحتاج إلى فكرة مطولة حتى تملأ هذه الفراغات الوزنية والصوتية. أنت لم تستطع أن تملأ هذه المسافات والمقادير الوزنية بشكل جيد، ولذلك ذهبت إلى الحشو الثقيل. فمثلا في البيت الثاني حضرت شاعر مبتغاه الفوز وإحراز اللقب، هنا في تكرار للمعنى، لم يتطور المعنى في مكانه فقط. والشعر عندي فطري التكوين ما هو مكتسب، فطري ما هو مكتسب نفس الشيء، فطرة خلقها الله فينا نفس الشيء، جيل يلحق بعد جيل، عندك كلمة يلحق وبعد الثنتين فيهم نفس الشيء تكرار. وأرض اليمن روحها وإحساسها وحبه ميل ميل، كل هذه عبارة عن تنويعات على نفس الكلمات ونفس المعاني من أجل ملء الفراغات. كذلك في منتصف القصيدة عندما ذهبت للمجمع البحرين استعملت كلمة الابتسام والبسمة 5 مرات أو 6 مرات. طبعا الشاعر لا يعجز أن يأتي بكلمة أخرى تعبر عن نفس المعنى دون أن يضطر إلى تكرار نفس الكلمة. أشكرك وأتمنى لك توفيق. حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك أستاذ دكتور غسان يعطيك الملاحظات وأنت تسر طريقك. الله يعينك، عاد أول واحد وبدأ فيك الدكتور. لا ما جينا هلا نتعلم. الله يحييك. أحمد مشكور على هذا الحضور المنبري الجميل. نص أنا أقدر أقول أنه شوية بطاقة تعريفية من وجهة نظري الشخصية، تعرفت فيه بنفسك وببلدك والنعم فيك وبلدك، لكن مثل هذا النص التعريفي أعتقد أنت الآن وصلت لمرحلة الناس تابعتك من خلال الجولات أيضا، كنت أتمنى لو قدمت نص فيه تجربة شخصية لك أنت أو نص يحمل قضية معينة بتكون أجمل. ليش؟ لأن مثل هذه المواضيع وايد يتطرقوا لها، وإذا الشاعر ما سبق القصيدة بصورة جيدة سيقع في فخ التكرار لكثير من الأفكار والصور الشعرية الموجودة. أنا ما ببخس هذا النص حقه وأقول أنه مو بجيد، وما بجاملك وأقول أنه مميز. النص وسط، أنا أقول عنه أنه مستواه متوسط. الملفت للنظر فيه أن فيه خصوصية هوية وخصوصية في خصوصية مكانية متميزة. يعني أنت تحدثت عن مظاهر، اللي يقرأ القصيدة بيعرف أنك تتحدث عن اليمن، البن، البحر الأحمر وبحر العرب، التقارب بينهم، يعني وقوع اليمن على هذه الحدود، أرض السعيدة، أرض اليمن السعيدة، وهذا شيء جميل في مثل هذه القصائد. في أبيات فيها صور شعرية جميلة، مثل إذا ابتسم للبحر الأحمر عاتبة بحر العرب إلى آخر البيت جميل. عندي ملاحظة على البيت تقول فيه أقسم برب العرش والكرسي ومع أنه احتجب لو بدلوها لي بنصف الكون ما أرضى بديل. أنا كنت أتمنى لو ما حددت بالكم أو المقياس بنصف الكون، لأنه بيعطي أيضا احتمالية. طيب لو أعطوك الكون كله، عرفت كيف؟ يعني لو قلت الكون كله بيكون أفضل وأبلغ في التعبير عن مدى هذا الغلاء اللي تكنا لوطنك. أنا أحييك على هذا الحضور المنبري الجميل مرة أخرى، وأتمنى لك كل التوفيق. الله يوفقك يا أبو علي. الله يحييك. شكرا أبو هاجس، قواك الله. الله يقويك يا أبو خالد. أول شيء قبل القصيدة والتحليل والنقد، إيش قصة الزير؟
أنا وصلت لي معلومة الزير دائما أسمعها. والله هذا عاد الشباب الأستاذ بدرس فوق الله يهديه. بدرس فوق. واجس شاعر جميل وللأمانة حضورك كان حماسي ويليق في مثل هذا النص. دخولك بالفخر والاعتزاز كعادتك، وهذا الغرور الجميل. يعني أنا أعتقد من وجهة نظري أنه الشعر يجب أن يكون بهذا الشكل. رسمت لنا لوحة جمالية وشكلتها من سحر طبيعة اليمن، كانت يعني في منتهى الجمال. الجزء الأخير من القصيدة بدت فيه روح المواطنة، روح المواطن اليمني الأصيل وحبه وتمسكه في أرضه. الأبيات كانت جميلة جدا. أنا عندي تعليق على نفس البيت اللي يتكلم عنه أبو علي، ولكن عن القسم. أقسم رب العرش انتهينا خلاص، صح، قسم بالله سبحانه وتعالى فقط، أما الكرسي وإلى آخره. هذا يعرج على الكلام الدكتور غسان أبو نزار أنه طول هذا البحر وأنت كتبت على الحدة، أعتقد خلاك تضع مثل هذه الكلمات قد تكون ليست في محلها. أنت شاعر جميل وأتحفتنا في هذا المساء، وأنا أهني اليمن في أمثالك يا أبو هاجس. الله يبيض وجهك يا أبو خالد. كل الشكر لجنة التحكيم، وشكرا لك شاعرنا، وبالتوفيق إن شاء الله. وطبعا مشاهدينا، ثاني فرسان الليلة أو أول فرسان الليلة